تعريفي طاغوت برا او كم زال ملاحظك بدين في تعريفه كيفين او لفظه وشي مطاطي شلوات حزب كان تفكير كان زول خان بكارين اقا داربه هرجل طاغوت دبي هي كسر حاكم ديته فيشي خلاص يسترنيا لما منهج الانبياء الكتاب الشرع منهج الشيخ ربيعي ان شاء الله بتفصيل زياده باسي بابه حكام وشتانه ومسائلنا لو يندر ذاك بلام لفظك ابو خان راششه استهريك جل طاغوت دبي حاكم مسلمان لسه كرسي فقير او طاغوتك خلاص هي سترنيا بلام كذي باسي شرحي تعريفي طاغوت وباسي طاغوت وانواع طواغيت دكين زول لو يدروا يحسروا كان حزب كان تكفير كان ديكن بويا قدار برا او في الله انا لا ما نكريتم حزب اسلامي كان كاكا توراد لك حزب اسلامي حزب علماني تي جهان باشترا علمانيه كفره كانت هربت اسلامي كان باشترا في الله مدك اصلا ما اعتراف دكن كان حزب بناء اسلامينا ها هو عملاء الرافضه وايران شي دري ما قناعات بس صنبوا لفظ هذا كاين كان حزبي هنا نوي إسلام ديني إسلامي راستقينا بلكو أنا برامبر سنة راستاني بلكو أنا برامبر توحيد راستاني أو في الأهل السنة لا أكريتم أصلا أنا تفرقان هنا وخلق أصلا خلقان واحد يدي برو نعوذ بالله بيش بيان كفر وطاغوت يدبو استاو خوان وادي خوان بيان برلمان بيان طاغوت يدبو ديمقراطية بيان طاغوت يدبو ها استا بيان زياد أكبر استا بيان هذه بضاعتنا ردت إلينا انتخابات واشتراكية وديمقراطية تشتيوها فعلا الشيء ذا كم برا خلش أنا مقوم راكب أهل السنة الحمد لله سلفي كان فيها يعني ناكرة أو لفظة طاغوتية لفظة شي مطاطية كان هوديه كسر نظرك لبرتساوت ونشان بيد نشان داوا حاكمة شي مسلمان طبعا أقدار والسنش شكون رافضة لك لا بروزانا حركة جهاد أورجك $5 مليون ولقيت بيعتني ويكرتوا هبرين درويت هذا جهاد لدنك درويت بختام مسلمان هذاك بختام مسلمان هذاك أبرن جيب دنا أخباري حماس بيش تلو أبو إستاكش ولا بهندك مترتبات سياسي خولي در هنا وحزب كان يتر وأورجك وين رئيس حركة طالبان كجلا لإيران قرابوه وبلوريان سلاح له طالبان دروات هو متزانين شين دري براكم ها مو يدعم قال الرافضة الإيران لعنتي أزدي بمدري والله إعادة الخلافة الإسلامية الراشدة خلافة الإسلام الراشدة ليس ها الرافضة أنا بروان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نبو علي هي بدرو درين طبعا رضا نطعن له يجدا هذا بروان بخلافة نقول بحكم نقول ها بالنوا حتى كان يفلو خلق ذاك عليكم السلام طبعا الحاكم يجي السني لسا كرسي او طاغوت كان نظره كان وانشان ده بلام كتستمع هذا كان بوشي وينيا ستعرفي طاغوت ده كاينو وانواع كاني وبزاني سنه بتفصيل سام والشيخ فوزاني ولا الشيخ ابن بازي وابن عثيمين بابزاني او سادسه اخري تفصيل لسوا ندر ان شاء الله في رمضان ايش كنت هاي بيدينين الكفر بالطاغوت والايمان بالله الطاغوت طبعا الشيخ ابن القيم خصك يجوانا كذا فرمي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه در ابن الجوانتين تعريف كلمة القيم كذا فرمي صفحة كيدي ده فرمي معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده يعني قدره من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود كذا برستري أو ذا هرتس لا تثبيتن هرتس بيت كذا برستريت طبعا أقدار بس وهو راضي أنا خوي سعيسار ده برتن في رازينيا ها نفرت ليش بيا وتساق واستاذ برستن استقل من باش مردني بيش رازينه بو فقيري ولا ما ساق انسان يساق شبه او متبوع ها اتباع اذا كان لا السبران لا معاصي واشتواء او مطاع يطاع يدك من دون الله من تحليل الحلال من تحليل الحرام او تحريم الحلال بان على ابن عثيمين فرمي او باشتين تعريفيتي كاوي ابن احسن تعريف او قول ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز بالعبد حده هر عبد من الطغيان وهاتيا حدود يخوي ببزيني قدر يخوي ببزيني تنسي من معبود فرسترا طمخو بيرازيج بنعوذ بالله او هم بتفصيل سباسي لك او متبوع او مطاع او يك دو بران ابن باز فرمي رحمه خداي لبي ما عبد من دون الله راض او طاغوت او يك دو فرمي سي عفوا هو الذي يتجاوز حد اما بشركه وكفره واما بدعوته الى ذلك حد خوي دابا زيني قدري خوي ردد على الشرك ولا كفر يعني جبان غازي وبكى تعرف فيك تفهمي كل من دعا الى عباده نفسه او رضي ان يعبد من دون الله كفرعون ونمرود ومن على شاكلتهم راضي بفرس من غير من دون الله دي برانبري سوزه دبا سوزه عباده نيه بني بي مازدك يعني عاردي لفيش مازدك يعني استغاثي بو دبا يعني هواردك يعني خوي دري باشا من كمردم مرقدك لسر غورا كم دروز كانوا خلق بيطاف كذا بكاو هوار بوكات نعوذ بالله يعني طاغوت زول لو يقول ترك لو زول مواسع ترك وانا يعني صنم وثن كذا برسري هرسك ببرسري وهريت الطاغوت شيطان خذ خوي طاغوت يعني ويدعي علم غيب دكا وكو كاهن وعراف كان وساحر كان او انا طاغوت او حكمي غير ما انزل الله ذكا
وبي باشترا وإسلامتي بي زهالتا وبي كون برستيا أو بي تواوترا أو شكلنا وكان طاغوتا وهذا فرمي الصنم وثنا كان طاغوتا علماء سوك الخلق بو قمراي دبن بو كفر دبن أو أنا طاغوتا وهذا علماء يعني كوا خلق بلو بدعة وبدعة درازين وبو عالم بنا برب العالمين وحلال حرام حرام حلال لكن أو أنا طاغوتا هروا أواني حكمي غير قرآن وغير إسلام بو ولاد أمريكان درازين وبزواني نشان ددن أو أنا ابن عثيمين فرمي أو أنا هم طاغوت لطاغوت كان أقدر با كات طاغوت بس أوني كابلا أقبل سكرسي دانشي أو حاكم كمر طاغوتا إيه جنود كان شيء طاغوت جنود طاغوت طبعا هم كافرة طاغوت كافرة جنود كان كافر إيه وزير كان أو أنا وزير طاغوت أوش كافرة يعني كات كسيان نيجت هم ويا بي طاغوت أو بي كافرة. قال الشيخ رحمه الله باش فلو افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله افترض الله فرض كده واجب كده خواي بلوديغار سلبا دكاني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله برام كفر بالطاغوت يكيك الأركان كاني شهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكيك الأركان شهادة كفر بالطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا فرمي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فرض الله سبحانه وتعالى على عباده الكفر بالطاغوت باشا والإيمان بالله أو هردو ركن كيسيا كلمة توحيد لا إله إلا الله. ذكر تعريف الطاغوت فالطاغوت ذكره الله عز وجل في آيات كثير منها قوله تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت استدينا سآتك والله بين سآتك. والكفر بالطاغوت يكون كفر بالطاغوت علماء السنة فرمي سيزورا التسيبش يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الكفر بالطاغوت يكون بالقلب يعني ذلك خوت اعتقاد وكهيس الرب وهيس إلهي كما حقنية إلا الله نبي وأن كل ما سوى الله من أرباب وآله ومعبودات فهي باطلة وهلوها تبغضهم وتكرههم ورق اللي عند تودان بغزيني هو بضل. والكفر بالطاغوت باللسان سيا التبرؤ من الطواغيت ومن عبادتها ومعاداة الكفار والتبرؤ منهم هرش تجد فرس من غير من دون الله سبحانه وتعالى وتكفر به وتعاديهم وتبغضهم في الله سبحانه وتعالى وتبرأ لذلك كتيه أصل خد كشهادة لا إله إلا الله هنا توا كفر بالطاغوت بلا ما قدر إلا أجر توشي نعوذ بالله شركة يوم كفر وبي دوبارة توبة استغفار بيان ذكي دوبارة كلمة شهادة دينية. والكفر بالطاغوت الثالث نتسبب بالجوارح أي الابتعاد عن عبادة الطواغيت بعدم صرف شيء من عبادة لغير الله أو بالجوارح بركوتنا لعبادة الطواغوت كان وهي عبادة الشنب وأنزام ندي وجهاد لقلوام كان كوا نعوذ بالله بان قاجب عبادة الطاغوت دكان يعني عبادة الطواغيت دكان بلا ما يراد وستي على قدر الاستطاعة بجوري توانا بلا مريان راد وستي غلاتي رافضة غلاتي باطنية كان غلاتي صوفية كان طبعا أنا دقرتوش